مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. بدايتنا اليوم بالرياضة، تحديدا بتلكم الندوة الصحفية التي قدمها يوم أمس رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم السيد موتسيبي بكينشاسا. أكد مرة أخرى على أن المغرب هو الخيار الأول والثاني والثالث، أي ABC، أو الأول والأخير لتنظيم كأس أفريقيا، اللي كانوا كيحلموا بسحب كأس أفريقيا 2025 من المغرب. الحلم ديالهم التبخر. فرض سيدي تسحب هذا الكأس من المغرب. كأس أفريقيا تسحبت من المغرب. عطوني بلاد وحده غتنظمها. مصر نظمتها في 2019، الكاميرون نظمتها في 2021، الكوت ديفوار نظمتها في 2023، الغابون نظمتها في 2017. عطوني بلد وحده تقدر تنظمها بالكاليتي ديال الملاعب اللي كاينه في المغرب. شحال من ملعب غنقدموه دابا؟ شحال كاين دابا؟ 7 ديال الملاعب مجهزه، 7. ما عندك ما تصور منا. عطيوني دولة واحدة إفريقيا عندها 7 ديال الملاعب مجهزة بكاليتي نقية بجودة عالية ديال الملاعب العالمية. ما كايناش. إلا مشيتي لجنوب أفريقيا الله غتلقى فيها 2 ديال الملاعب، واحد في بريتوريا واحد في جوهانسبورغ. نيجيريا الله عندها ملعب واحد بكاليتي ما بيهاش. الكوت ديفوار راكم شفتوا الملاعب ديالها. السنغال عندها ملعب واحد. مصر عندها ملعب واحد. وعطيونا شي دولة تقدم كأس أفريقيا من طراز الرفيع استثنائية. ما كايناش. هذه الجزائر اللي مصدعة الوقت تقدر زعما تقدمها في الأحلام؟ ممكن. أضاف أيضا رئيس الاتحاد الإفريقي السيد موتسيبي على أن كأس أفريقيا المغرب غتشهد الإثارة والمنافسة القوية بين المنتخبات الإفريقية. وزاد أيضا بأن هذا كأس أفريقيا ما كايناش شي وحدة قبل منها أفضل، ولا غتكون شي وحدة من بعد منها أفضل، يعني غتكون استثنائية. وخاص الجهر الشرقية والوحوش البشرية اللي فيها يفهموا هذا الكلام. نمشيو مباشرة للمواضيع المعتادة طيلة الأسبوع المنصرم: الصحة والتعليم والوقفات الاحتجاجية ببلادنا. البارح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية خرجت ببلاغ كتقول في هذا البلاغ بأن من بعد التحقيقات في الوفيات اللي حواليها الشكوك في مستشفى الحسن الثاني بمدينة أكادير، أحالت هذا الملفات إلى النيابة العامة. يعني في الأيام القليلة المقبلة غنشوفوا اعتقالات من بعد توقيفات، لأن اليوم توقيفات كاينة في حق عدة ممرضين وأيضا أطباء في مستشفى الحسن الثاني بمدينة أكادير. ولكن السؤال اللي أنا كنطرحه: علاش هذا التأخير؟ كان هذه البديرة تصدر من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قبل من الوقفات الاحتجاجية، مش حتى لدابا. علاش تأخرتوا؟ لماذا هذا التأخير؟ يلا ننتظر الإجابة. وخا طرحنا بزاف ديال الأسئلة من شحال هذه وما تلقيناش الإجابات عليها. ثم نختموا بالإعلام العمومي اللي بزاف ديال الناس كيطرحوا مجموعة من الأسئلة على الموقف ديال الإعلام المغربي من الوقفات الاحتجاجية. شفت بزاف ديال الناس كيقولوا هناك تكتيك جديد للحكومة المغربية وللدولة واتجاهات الإعلام العمومي. وهناك أيضا من يقول أن الدولة أعطت الضوء الأخضر للقطب العمومي أنه يتكلم بتلك الطريقة.
الطريقه اللي كنشوفوها في المواقع التواصل الاجتماعي شفناها اليوم في القطب العمومي في القنوات المغربيه، وايضا حتى في الخاصه والاذاعات ايضا. ولكن بغيت غير نركز على واحد الحاجه، ان القناه الاولى اللي هي وجه الدوله، التلفزيون الرسمي ديال الدوله، شبه غائبه. نعم قناه الثانيه حاضره، نعم قناه ميديان تيفي حاضره، نعم راديو دوزيم حاضر، نعم اذاعه البحر الابيض المتوسط الدوليه حاضره، نعم شدا تيفي واذاعه شدا وراديو اصوات وغيرهم من الاذاعات حاضرين، ولكن هناك غياب لقناه الاولى والاذاعه الوطنيه ايضا. ما السبب في ذلك؟ الى الدوله اعطت الضوء الاخضر للقطب العمومي غتعطي الضوء الاخضر للقنوات المغربيه كلها، خاصه الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزيون، القناه الاولى والقنوات التابعه لها، ماشي غير دوزيم وميديان. الى هناك تكتيك جديد للحكومه المغربيه، علاش غيكون فقط في القطب العمومي الاخر الثانيه وميديان؟ علاش ما يكونش في قناه الاولى؟ علاش؟ وكنحييو مجموعه من الصحفيين كسناء رحيمي، كنوف العومله، جمع بولحسن، اللي قدموا مجموعه من البرامج في القنوات الفضائيه المغربيه، سنة والناس بكل وضوح، او لا ياك سميتو بكل وضوح، المهم شي حاجه بحال هكا. وايضا برنامج صدى الاحداث مع نوفل العوامله على قناه ميديان تيفي وغيرهم من البرامج. ولكن هذو اللي اثاروا جدل كبير في المواقع التواصل الاجتماعي في الايام القليله المنصرمه، وبركه ما نبقاو نتشكاو او لا اش غنسميوها، باش نتشكاو انما نشككو في القطب العمومي، خاصة في قناة ميديان تيفي، لأن ميديان تيفي دائما كنشوفوها وقفة مع الشارع المغربي. شفناها كتقدم نشرات إخبارية فيها تقارير على الوقفات الاحتجاجية التضامنية مع فلسطين، وشفناها أيضا كتقدم وقفات احتجاجية مع المحاميين وأيضا الأطباء، الممرضين، الأساتذة ديال التعاقد إلى آخره. هذه الوقفات الاحتجاجية شفناها في قناة ميديان تيفي بزاف، ولكن بركة ما نبقاو نشككو. هذا منطق ولا لا؟ أنا به كنتمشى. وكل التحية والتقدير للشرفاء في الإعلام، سواء العمومي ولا الخاص، ولا أيضا العقلاء في الشارع المغربي. إلى اللقاء.